طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ اليوم إن شاء الله. المجلس السابق تكلمنا عن الله يسلمكم عن السيو، يعني بعض النقاط المهمة في السيو. وبعدها تكلمنا عن الله يسلمكم عن محركات البحث، وذكرنا أن عندهم زحف اللي هو كراولينج، واندكسنج أو الفهرسة، ورانكينج اللي هو التصنيف أو الترتيب على يعني نتائج بحث جوجل. طيب، آه، اليوم راح نتكلم عن سيرب اللي هو تحصلونه يعني احيانا ب يعني SERP، وننطقه ايش سيرب. طيب، هذا احيانا يسالونك يعني اذا كنت في مقابلة SEO وكذا، يسالونك يعني ماذا يعني سيرب مثلا وما شابه ذلك. هو اختصار يعني للسيرش انجن ريزولت بيج. طيب، سيرش انجن ريزولت بيج ومعناته اللي هو صفحة النتائج. صفحة ايش؟ النتائج في جوجل. ممكن نعمل شير نشوف الصفحة مع بعض. دقيقة بس. شير سكرين. سكرين شغال عندكم الحين؟ طيب، مثلا اكتب فوائد العسل مثلا. طيب، ايش فيه؟ طيب، ظهر لكم الحين هاي الصفحة إذا تشوفون. طيب، هذا هو اللي نقصده بالسير. يعني هذه ايش؟ النتائج، أو هذه الصفحة عفوا. وهذا لما تشوف على كل، لما كتبنا، هذا هو يعني الصفحة الأساسية. الصفحة إيش؟ الأساسية. وعادة الناس تبحث على هذا. عادة الناس تبحث إيش؟ على هذا. في حالات معينة مثلا الناس ممكن إيش؟ تحولها للصور، لفيديوهات، أو ما شابه ذلك. لكن راح نتكلم نحن إيش؟ على النقطة الأساسية. طيب، الله يعين. إيه نعم، شوي. طيب، من الأشياء اللي لابد أن نركز عليها، أولا نلاحظ في السيرب عندنا اسم الموقع بداية يظهر. طيب، وجنبه ايش؟ الشعار. هنا عندك الرابط. الرابط هذا قد يكون رابط المقالة، وقد يكون ايش؟ رابط اللي هو التنقل. سنتكلم عنه، يعني كيف هذا ممكن التعديل عليه، او كيف مثلا سكيما كيف له تأثير هنا. هذه تكون في لما نتكلم عن بنية الموقع او هيكلة الموقع سيأتي ان شاء الله معنا. طيب، وهذا عندنا ايش؟ هذا العنوان يسمونه تايتل. يسمونه ايش؟ تايتل، واضح. وبعدين عندنا وصف ايش؟ آه وصف المقالة. طيب، تايتل مهم جدا لأن له دور في رفع الموقع. له دور في رفع ايش؟ الموقع. كذلك له دور في رفع نسبة النقر. كذلك الوصف مهم جدا لأن له دور ايش؟ في ايش يسمونه؟ في نسبة النقر. في نسبة النقر. الأخوة اللي يشتكي من الصوت، أنا ما يمكن أقدر أجاوب على الكل. اللي يقدر يجاوب للأخوة بنصوص الصوت، طيب، عشان ما أقاطع يعني. طيب، ندخل مثلا على ويب طب. ويب طب. طيب، نحن شفنا التايتل وين ظهر، صح؟ أول شيء. Every morning, you make a choice. أيوة. Good enough. But what if هذا seven الإعلان. choose to let roguelike طيب، خلينا نغير الموقع عشان الصوت. طيب، مثلا ندخل على الطبي. ذكرنا تايتل ظهر لنا في سيرب جوجل. وكذلك هنا لو نلاحظ، تشوفون معي فوق اللي هو في تبويبة المتصفح، هنا كذلك يظهر ايش؟ تايتل. اما هنا مثلا هذا ما نسميه تايتل او العنوان. هي ترويسة صحيح، لكن هذا يكون يسمونه H1 مثلا. يكون عادة اذا ما كان واحد ملخبط حاط H2 ولا H3 او ما شابه ذلك. آه، طيب، او يكون هذا ممكن. المهم التايتل هذا نحن نستعمل عادة من هنا
عشان نريح. هذا كله راح نذكره بعدين بالتفصيل كيف تثبتونه. طيب وجدنا ان ايش هذا التايتل، وهذا ايش الوصف، هذا ايش الوصف. لو رجعنا مثلا شفنا المصدر الصفحة، عرض مصدر الصفحة وين راح يكون معنا؟ هذا شوف، يعني جوجل ياس يسحب ايش العنوان من هنا، من تايتل، واضح؟ ونفس الشيء بنحصل هنا ايش بيكون فيه وصف. هذا. طيب هذا متى ايش الوصف. طيب هذا شيء اساسي يعني المفروض واحد يعرفه. طيب تكلمنا عن هذا. عندنا يعني في حالات معينة، في حالات معينة جوجل قد يختار ايش عنوان تلقائي، يعني عنوان ينشئه هو، لكن هاي قليل يعني. ممكن في سنة 2021 2022 يمكن كان هذا كثير يعني. طيب لكن الآن تجد قليل يعني إنشاء العناوين من قبل جوجل. يعني هنا مثلا هم حاطين هذا مثلا العسل، تصنيف العسل وفوائده الطبية، تجد أن جوجل قد يغير هذا العنوان لعنوان يراه مناسب، لعنوان يراه إيش مناسب. كذلك الوصف إلى الآن وبكثرة يعني تجد أن جوجل إيش يغير سلمكم الله الوصف، لأنه يرى أن الوصف غير مناسب مثلا، واضح؟ أو يرى أن هذا الوصف ممكن يفيد اليوزر أو المستخدم أكثر، مع أن هذا أمر سلبي بالنسبة لنا نحن كسيو، لأن نحن لما نكتب الوصف نكتبه بطريقة نحاول نجذب أكبر قدر ممكن إيش من الزوار أو من المستخدمين، واضح؟ هاي نقطة مهمة يعني. والسبب هذا التغيير اللي كان يعمله يعني جوجل، كان في عدة أبحاث كان يشوفون الموضوع هذا، أنه يكون العنوان هذا طيب يكون يعني مختصر جدا أو قصير جدا. يعني بعضهم كان يكتب مثلا العنوان من حرف إلى 5 أحرف، فجوجل يرى أن هذا مش مناسب أبدا يعني، فراح إيش غير العنوان. وهكذا بعضهم كان يخليه طويل مرة، يعني إلى مثلا 75 حرف مثلا، إلى مثلا ممكن نقول إيش أكثر يعني. فبطبيعة الحال جوجل يعدل إيش على العنوان، لكن قلنا هذا قليل في العناوين، لكن في الوصف ها قليل ولا كثير؟ كثير. طيب كذلك من الأشياء اللي متعلقة بهذا، آه سابقا جوجل لما يغير هذا العنوان استنادا على استعلام الزائر، يعني استعلام الزائر إيش كان؟ استنادا عليه كان إيش يغير العنوان. ثم فيما بعد عمل تحديث، ما أذكر والله في أي سنة بالضبط أو في نفس السنة ممكن، عمل تحديث أن بغض النظر عن الاستعلام هنا كان لا ينظر إلى محتوى المقالة، فياخذ عنوان مناسب لمحتوى المقالة بغض النظر إيش عن استعلام الزائر، واضح؟ هذا مهم يعني تعرفون هذا مهم. طيب هذا ذكرناه وانتهينا منه. وكذلك يعني العناوين اللي كان ينشئها مؤخرا يعني كانت غالبا مأخوذة مثلا من H1 أو ماخذة من فقرة أو جملة مثلا موجودة في إيش في المقالة. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية اللي نبغى نتكلم عليها أن النتائج التي تظهر على سيرب ممكن نقسمها إلى قسمين، ممكن نقسمها إلى إيش قسمين. بالنسبة يا أخوة بعض التفاصيل مثل هذه كلها هاي إضافات كروم، يعني هاي سنتكلم عنها بعدين، يعني خلونا حاليا على الموجود، على الموجود. طيب قلنا النتائج على قسمين ممكن نقسمها. مثلا النتائج ساعة مثلا إيش رولكس مثلا. طيب النتائج تنقسم إلى قسمين: النتائج المجانية وهي تسمى كذلك إيش بالعضوية مثلا، وهذا ما يمكن تدفع والله يعني مال لجوجل حتى إيش يوصلك إلى ذلك أو إلى هذا الموضع. مثل هذا يعتبر إيش يعتبر من النتائج إيش المجانية أو العضوية أو الطبيعية، واضح؟ كذلك هذا كله نفس الشيء.
القسم الثاني وهي النتائج المدفوعة من المعلنين، يعني المعلنين يدفعون لجوجل حتى إيش يضعون مواقعهم مثل هذا. لاحظ مكتوب إيش إعلان، فهنا الماركة هذه دافعة لجوجل حتى إيش يظهر هنا. طيب المهم قلنا هذه مدفوعة إيش الأجر، ويعني كذلك تعرف بالدفع لكل نقرة أو الدفع مقابل إيش نقرة. طيب إيش عندنا كذلك؟ إيه نعم، من الأشياء المهمة أن ليس كل من يبحث ينقر على أحد إيش نتائج البحث العضوية. يعني مثلا ممكن 10 أشخاص يبحثون إيش عن ساعة رولكس مثلا. طيب من 10 ممكن 3 منهم ما ينقر أي شيء، أي نتائج عضوي اللي هو طبيعي، هذا مثلا أتكلم عن هذا. طيب ما يضغط. طيب ليش؟ يعني أنت المفروض أنت دامك كاتب الكلمة أو كاتب الاستعلام فأنت جاي إيش لسبب، وهذا له أسباب. هذا إيش له أسباب. السبب الأول أنه ما يجد العنوان المناسب. مثلا هو مثلا مم، هو دوفستون مثلا. طيب هو كتب حبوب دوفستون لكن كان يريده لشيء معين، لمثلا ان الدورة كانت متأخرة ولا كذا وكذا. طيب لكن ما وجد في العناوين، مر مثلا على أول 3 عناوين ما وجد أن في هناك عنوان ممكن يؤدي إيش الغرض من الاستعلام. فبدل ما ينقر على أي شيء ما نقر، راح إيش كتب حبوب دوفستون لتأخير الدورة مثلا. حلو. هنا عندنا هل دوفستون تمنع نزول الدورة لأن فينقر هنا إيش على الطبي مثلا. فهذا أحد أسباب يعني نجد أن هناك نتائج عضوية اللي هو المجانية وليس عليها إيش نقر، ليس عليها نقر. هذا من الأسباب. يعني من الأسباب اللي هو يسمونها مقتطفات إيش المميزة. أنا راح أتكلم عنها سواء المصطلح الإنجليزي سواء كيف ممكن احتمالية نحصل عليه وغيره، لكن في موضع حاليا خلونا على بس تعريف العامة. هي عبارة عن إيش ملخص، عبارة عن ملخص صغير يظهر إيش في سيرب مثل هذا. يعني هذا عبارة عن ملخص فيه إيش جواب. أحيانا يا إخوة الجواب يكون واضح جدا، يعني واضح جدا لدرجة ما يحتاج إنه ينقر لأي بحث. خلاص قرأ المعلومة هنا حصل إيش منه المراد، يلا سكر إيش المتصفح. فكذلك نشأ من هذا وجود إيش بحث من دون نقر، بحث من دون إيش نقر. عندنا شيء ثالث. طيب لكن فيه نقر، فيه نقر يعني يبحث وينقر لكن على النقر إيش المدفوع، يعني على الإعلانات، ليس على إيش إيش يسمونه هذا الطبيعي أو العادي. مثلا نكتب الله يسلمكم. طيب الدراسة في تركيا. طيب خلينا الدراسة في تركيا. لاحظوا يا أخوة أنا لما أدخل من التلفون إيه نعم أورجانيك نفسه. طيب دخلت من التلفون وجدت أول ما أفتح التلفون إعلان الأول الثاني الثالث الرابع، بعدين يأتي إيش اللي هو البحث العادي. فما راح أنزل، طبيعة الحال ما راح أنزل غالبا، يعني راح أنقر على هذا أو هذا، أو إذا نزلت إلى هذا إلى يعني واضح. فينشأ من هذا أن يكون هناك بحث ويكون نقر، لكن نقر على الإعلانات، نقر على إيش الإعلانات. لذلك وجود إعلانات كثيرة راح يضعف جانب إيش النقر على النتائج البحث العادية. واضح؟ ولكن يعني هذا ممكن يفيدنا في شيء معين اللي هو إن واحد مثلا يقول إيش ما راح استهدف كلمات المفتاحية التي عليها إعلانات كثير، لأن إذا أنا مسكت النقرات راح تكون قليلة. كلام الصواب من جانب، لكن جانب الآخر إذا وجدت كلمة عليها إعلانات كثير هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك دفع، يعني في ربح من هذا الباب. يعني هناك شركات تدفع لأجل هذه الكلمة.
فإذا كانت تدفع لأجل هذه الكلمة، فلا بد أن الإعلانات كذلك اللي أنت تضعها مثلا من أدسنس مثلا على موقعك راح يكون لها إيش؟ يعني سعر معين. واضح؟ وهذا سيأتي لما نتكلم عن الكلمات المفتاحية، لعلنا سنتطرق لهذا الموضوع. تمام؟ هذه الخلاصة اللي كنت أريد أتكلم فيها عن سيرب، اللي هو صفحة نتائج بحث إيش؟ جوجل أو محركات البحث عموما. طيب، هنا نحن نتكلم عن هذه الأساسية. هذه إيش؟ الأساسية. واضح؟ لكن ممكن أحيانا يكون هناك بحث إيش؟ للصور. فمشكلة هذه. طيب، الله المستعان. إذا وجدنا أحيانا أن البحث مركز على الصور، فممكن يعني نحن استهدافنا يكون ليس عن طريق إيش؟ أشياء ثانية، إنما عن طريق صور مثلا، أو تحسين الصور في المقالات مثلا. كيف سيكون؟ سيأتي هذا. واضح؟ وعندك هنا فيديوهات، تسوق، كتب، خرائط جوجل إلى آخره. لكن عموما تركيزنا الأغلب يكون على إيش؟ هنا اللي هو الكل مكتوب. طيب، انتهينا من هذه النقطة، ننتقل للنقطة اللي بعدها. وين البي دي هذا؟ باوربوينت. طيب، هذا كان باختصار عن إيش؟ سيرب. واضح يا أخوة؟ واضح للجميع حتى ننتقل. طيب، الأمر الثاني عندنا سايت لينك. عندنا سايت إيش؟ لينك. هذا الجانب الثاني اللي إيش؟ راح نتكلم فيه. الجانب الثاني راح نتكلم فيه. طيب، جينا هنا سايت لينك. تجد أحيانا بعضهم يقول مثلا روابط أقسام الموقع أو روابط الموقع. واضح؟ وكذلك هاي من الأشياء التي نحتاج يعني ننوه عليها، وهي مفيدة كذلك كما سيأتي. والروابط هذه يعني تجدها تحت إيش؟ مثلا الاسم التجاري، مثلا اسم البراند وما شابه ذلك. خلنا نجرب مع بعض. نكتب خمسات. أظن كلكم يعرف خمسات، خدماتهم جيدة، لكن مشكلة سعرهم شوي في الموضوع. طيب، هنا خمسات. هذا اسم إيش؟ عفوا، هذا الرابط العادي. هذه إيش؟ اللي الأسفل هذه هي إيش؟ سايت لينك، أو الروابط إيش؟ الموقع أو روابط الأقسام. واضح؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. وهذه الروابط يعني تظهر في نتيجة رقم واحد، يعني النتيجة اللي تكون في البداية. واضح؟ مثلا ما راح تظهر بهذا الشكل. أتكلم طيب بهذا الشكل. وين؟ الله يسلمكم. هنا مثلا، هنا. واضح؟ ما راح تظهر. ناخذ مثال ثاني. هذا خمسات، وإيش عندنا؟ طبي نفسه. أظني طبي عندي يظهر. اي نعم، ظهر هنا ايش؟ الطبي. كذلك من الأمثلة عندنا انترست مثلا، هل يظهر؟ اي نعم، إلى آخره. طيب، وهذه الروابط هل هي فقط يعني روابط أقسام؟ الجواب لا. الجواب لا. يعني قد تكون هذه روابط أقسام، وقد تكون روابط ايش؟ صفحات، وقد تكون روابط ايش؟ مقالات. واضح؟ طيب، مثال. طيب، هنا هذه مقالات. خلني أتأكد منها. أذكر مقالة يعني، أو إني أنا اللي كاتبنها. طيب، مقالة. واضح؟ فأحيانا ممكن تكون مثل ما قلنا مقالات، وأحيانا أقسام وما شابه ذلك. وفائدة الروابط هذه أنها تزيد نسبة النقر. تزيد نسبة إيش؟ النقر. غير هذا يا أخوة، لو تجربون من التليفون، من الهاتف، طيب، نجد الله يسلمكم أنه تأخذ حيز كبير من الصفحة، ممكن تغطي إيش؟ الهاتف كامل. فهذا يزيد من نسبة إيش؟ النقر. من نسبة إيش؟ النقر. وكذلك من الفوائد، ممكن أحيانا في أقسام الزائر ما يعرفها.
فيطلع إيش عليها، يطلع عليها. ممكن مقالات مثلا زائر ما يعرف عنها فيطلع عليها بهذه الطريقة. طيب السؤال، هذه الروابط هل أنت تضعها أم تظهر بشكل تلقائي؟ ها يا أخوة، الجواب أنها تظهر بشكل إيش تلقائي، بشكل تلقائي، مش نحن اللي راح نختار. لذلك هذه كلها مش بيدنا. واضح؟ نحن ما نتكلم عن الإعلانات، نحن في السي او ما نتكلم عن إيش الإعلانات. في الإعلانات كذلك من باب الفائدة دامنا ذكرتوها، في الإعلانات أنت تختار الأقسام، لكن ظهور الأقسام من عدم ظهورها راجع إلى خوارزمية جوجل. واضح؟ فهذه تظهر تلقائيا من خوارزميات جوجل لما ترى أن المناسب إظهار هذه الأقسام أو هذه الروابط، فهي التي تحدد، هي التي إيش تحدد. طيب خلونا نتكلم يعني، ذكرنا هذه النقطة. ممكن هناك عوامل يعني تساعد على الموضوع هذا، منها أن يكون لك اسم بارز. مثلا هنا ثقب للتسويق، يمكن ما في شركة ثانية يعني بهذا الاسم، فناسب إيش مثلا أن يعطينا شو اسمه سايت لينك. لكن لو كان في عدة شركات وفي بينها منافسة وأنا أصلا موقعي ضعيف مثلا، أو أنا توني فاتح الموقع وما شابه ذلك، فاحتمال ما راح يظهر. طيب ذكرنا الأمر الثاني أن يكون إيش أن يكون الموقع في بداية البحث. إذا أردنا هكذا بهذا الشكل فهذا يكون إيش في بداية إيش البحث. كذلك من الأشياء العامل يعني تساعد أن أقسام الموقع تكون واضحة وظاهرة يعني بشكل جيد للعناكب. يعني المقصد هيكلة الموقع. طيب هيكلة الموقع تكون واضح للعناكب، ما يكون يعني عندك هيكلة معقدة. واضح؟ هذا هو السبب، هذه الأشياء التي يعني يأخذها جوجل باعتبار. واضح؟ وكذلك من الأشياء يعني الأقسام هذه لها نص، يعني لها نص مثلا إيش تدل عليه، والنص هذا يكون واضح ومختصر. مثل هذا إيش تعليم إيش التسويق الإلكتروني. مثلا لو أنا كاتب تعليم التسويق الإلكتروني وكذا وكذا وكذا، قد لا يأخذه، لكن كذا شكل مختصر واضح، فممكن إيش جوجل يأخذه معه. طيب كذلك نحن ذكرنا عدة أمور. عندنا شيء آخر اللي هو عندنا سيمر معنا في شيء اسمه أكواد سكيما. طيب هذه الأكواد راح نتكلم عنها، إيش معناتها، كيف نستعملها. واضح؟ ممكن نستعملها، هي عامل مساعد. يعني بعض الناس يقول لك مثلا تضع الأكواد هذه راح يحصل كذا، لا ما راح يحصل كذا، غلط. لكن هي عوامل تساعد كذلك محركات البحث حتى تفهم بنية الموقع بشكل صحيح، وبناء على ذلك ممكن يكون هناك ايش سايت لينك لنا، سايت لينك ايش لنا. طيب هنا أمر مهم. أحيانا يا أخوة هنا لو نلاحظ، هل في خيار البحث؟ ما في خيار البحث، صح ولا لا؟ لكن أحيانا ممكن يكون في خيار ايش بحث. خمسات في خيار ايش بحث. ايش عندنا كذلك بنترست فيه غالبا، او شفناه قبل شوي. تمام كذلك في عندنا خيار ايش البحث. طيب نرجع للخمسات اول شيء. طيب والبحث هذا الذي يظهر على نوعين. على ايش نوعين. النوع الاول لما تكتب شيء وتبحث، بنذكر نحن زين لما تكتب شيء وتبحث يظهر لك ايش المقالات وغيرها على بحث جوجل نفسه. مثلا هنا في خمسات، طيب أنا أريد قسم التصميم، قسم التصميم في خمسات، مثلا أكتب تصميم شعار. طيب لاحظوا هنا ما بحث داخل الموقع، إنما إيش أظهر مقالاتهم في بحث جوجل. استعمل طبعا السايت
هذا راح نتكلم عنه بعدين إن شاء الله. عموما هذا يفيدنا في الكلمات المفتاحية، سيأتي معنا. حلو، هذا النوع الأول. كذلك مثلا عندنا ريدت. ريدت نكتب مثلا مقالات سيو. لاحظوا نفس الشيء. حلو، هذا النوع ايش مثلا؟ الأول. طيب النوع الثاني لا، البحث يكون مرتبط ايش؟ بالموقع نفسه، يعني البحث مرتبط ببحث داخل الموقع، مثل بنترست مثلا. طيب ايش نكتب؟ صور قطط، دامني أحب القطط، بحث. جميل، واضح؟ طيب، والله أنا هالصفحة مسوي لي إزعاج. كذلك عندنا طبي، موقع طبي قبل شوي كنا فيه. هذا إيش كذلك يكون بحث في الموقع. أعراض أعراض نقص فيتامين د. كل الشعب عنده نقص فيتامين د. طيب واضح؟ طيب الآن تكلمنا أول شيء عن سر، ذكرنا إيش معناته، وذكرنا أنه ينقسم إيش، النتائج تنقسم إيش، إلى عضوي أو مجاني، وإلى إيش نتائج مدفوعة. وبعدها انتقلنا إلى سايت إيش لينك. طبعا هذا اللي هو مربع البحث، ممكن أنت تمنع جوجل إنه يسحبه في كود ما راح نذكره الحين، لكن لما نبدأ ننشئ موقع وهذا ممكن نذكره حتى يكون واضح، يعني حتى ما تستشكلون الأمر. المهم في كود راح نضعه راح يمنع جوجل ايش ان ينشئ هذا. مثلا خلنا نعرض مصطلح مثل هاي الاكواد، هاي ميتا تاج. هاي ايش ميتا تاج؟ هنا راح نعمل يعني امر نخبر جوجل انه ما يسحب ايش، مثلا بوكس البحث، فما راح ايش يسحبه. تمام، هذه تكلمنا عنها. نرجع للسير مرة ثانية. ايش باقي؟ وذكرنا نحن الروابط هذه ليس بيدنا نحن. طيب هنا إشكالية يحصل. شو إشكالية؟ أنا كصاحب موقع أنا ما أريد صفحة تواصل معنا يظهر هنا. واضح؟ أنا أشوف إنه ما يصلح إنه يظهر صفحة تواصل معنا هنا. سابقا في يعني قبل أكتوبر 2016 كان في ميزة، طيب، تشير لجوجل أني أنا أخفض رتبة إيش هذه الصفحة، فجوجل تلقائيا يشيل إيش الصفحة هذه من هنا. لكن للأسف يعني جوجل يعني يحب الاعتماد على خوارزمياته، يعني هم واثقين بخوارزمياتهم، فصار ما ممكن إني أشيل هذه إلا بطريقة واحدة أو طريقتين مثلا، كلها ما منها فائدة. أولا إني أحذف الصفحة هذه. طيب، أولا أحذف إيش هذه الصفحة من الموقع. طبعا أنا أريد صفحة تواصل معنا، ما راح أحذف شيء أكيد يعني. الشيء الثاني نعمل كود إيش اسمه نو اندكس. نو اندكس شو يعني؟ شوف الحين احنا عندنا هنا، الله يسلمكم، خلينا نستعمل هذا. طيب انزل. اوكي بس مو هذا. طيب ما عليه. طيب هنا نحن نضع كود. طيب كود ميتا يعني. الكود هذا يخبر العناكب ان هذه صفحة ما اريد منك ايش ان تفهرسها. ما اريد نو اندكس، يعني ما اريد الصفحة هذه تدخل في بحث جوجل. طيب اذا جوجل ما راح يفهرس هذه الصفحة، فبطبيعة الحال مستحيل ايش انه راح يضع الموقع هنا او الرابط هنا. لكن وين الاشكالية هنا؟ ان اذا كان عندك انت هنا مثلا رابط مهم بالنسبة للموقع تريده يتفهرس لكن ما تريده يظهر هنا، فما يمكن نستعمل هذا الكود. لماذا؟ يعني تخيل دقيقة عشان يكون واضح. قبل التسويق. تمام، هذه المقالة ظاهرة هنا. طيب، مقالة مهمة جدا بالنسبة لي،
فلو عملت لا يعني عدم الفهرسة نو اندكس مثلا، راح ينحذف ايش من بحث جوجل. يعني لو واحد بحث هنا استراتيجية كذا كذا ما راح يظهر، فما راح يستعمل. ذلك الطريقة هاي مش عملية كثيرا، لكن تفيد مثلا إذا كان صفحة تواصل معنا، صفحة السياسة والخصوصية، صفحة مثلا شروط عمل الموقع، ممكن استعمل الكود، لأن هذه الصفحات أنا ما أريدها تتفارس أساسا، ما لها أي يعني فائدة في البحث للناس. طيب انتهينا من النقطة الثانية. لاحظوا اخوة الحين خلصنا من ايش اللي هو سيرب وسايت لينك، والحين بنتكلم عن النقطة ايش الثالثة. النقطة الثالثة دومين دايفرسيتي ابديت. طيب دومين دايفرسيتي ابديت ايش يقصدون؟ اللي هو يعني تحديث تنوع المجال، تحديث تنوع ايش المجال او تغيير تنوع المجال. هذه يا اخوة كانت من التحديثات الجميلة لاصحاب المواقع الصغيرة. يعني اصحاب المواقع الصغيرة استانست ايش بهذا التحديث. طيب راح نتكلم عنه الآن. في عام في يونيو 2019 حصل هذا التحديث أو هذا التغيير، اللي تحبون تسمونه. يعني بعضهم يسميه أبديت، بعضهم يسميه إيش تغيير، مجرد تغيير في عرض النتائج. عموما هو تنوع المجال في السيرب. شو يعني تنوع المجال في السيرب يا أخوة؟ لو مثلا فوائد شرب الشعير، سابقا كان ممكن في سيرب جوجل تظهر، تخيلوا معي، تظهر من 3 إلى 5 نتائج لنفس الموقع، لنفس الموقع هنا. يعني أنت متصور أنت مسكين يعني توك مسوي الموقع وتريد تستهدف كلمة المفتاحية، وتجد ما شاء الله ويب طب مثلا ماسك رابط الأول الثاني الثالث، زين قول مثلا يوم السابع هني، بعدين هنا إيش الرابع، بعدين هنا إيش الخامس. يعني اغلب الصفحه الاولى رايحه لموقع واحد بس، موقع واحد مستفيد في اغلب صفحه ايش النتائج. هاي كانت مشكله لمتخصصي السيو، لان مواقع الكبيره كانت مغطيه على العالم. يعني تخيل مثلا الموقع موضوع اي شيء تبحث، طيب ماسك لك اول 3 مقالات، بعدين مثلا مقالتين لموقع ثاني، بعدين ماسك لك ايش مقالتين. خلاص كل صار مثل ما تقول كل الزوار راحت ايش اللي هو موقع موضوع. اسال الله يزيدهم من فضله، يعني ليس حسدا لكن من باب العمل يعني. طيب هذا امر كان ايجابي، فايش عملوا هذا التحديث. طيب عملوا هذا التحديث اللي هو دومين دايفرسيتي ابديت، فصار يكون النتيجة الظاهرة اما نتيجة واحدة او نتيجتين، اما نتيجة واحدة أو اما ايش نتيجتين. فراح نبحث فوائد مثلا شرب الشعير على الريق مثلا، مصراوي ودستور مصراوي 2. لاحظ عندنا ايش فقط ايش نتيجتين لنفس الموقع. طيب نجرب الله يسلمكم فوائد العسل، كنت باحث عنه قبل. طيب هذا الموقع نتركه، موقع طبي. لاحظوا ماسك ايش نتيجتين، 1 2. قبل ممكن ماسك 5 نتائج، واضح؟ فلما جوجل عمل هذا التحديث اعطانا مجال لله الحمد حتى ايش ننافس شويه ايش في المجال هذا. عموما هذا يعني باختصار. طبعا هذا قلل هيمنة المواقع الكبيرة على نتائج البحث، وهذا تأثر، يعني المواقع الكبيرة تأثرت نوعا ما، لأن كانوا ماسكين 5 نتائج 6 نتائج. طيب صاروا ايش على نتيجة إلى نتيجتين. طيب نرجع نذكر باختصار. قلنا دومين دايفرسيتي ابديت، سابقا ممكن كلمة فوائد العسل يظهر في هذه الكلمة أول 5 نتائج. طيب
لموقع واحد اللي هو موقع موضوع. ثم لما عمل هذا التحديث أو هذا التغيير، فصار عندنا نحن أن هناك نتيجتين فقط للموضوع، باقي النتائج لمواقع مختلفة، فصار في مجال لمواقع ثانية أن تتنافس وأن تأتي في الصفحة الأولى. طيب، وكذلك يا أخوة من المواقع اللي استفادت من هذا الأمر هي المتاجر الإلكترونية الصغيرة. سابقا مثل أمازون وغيره كانت مغطية على العالم. طيب، ممكن أمازون ياخذ 4 نتائج في التجارة الإلكترونية، وأنت موقع جديد ما تاخذ كثير. فلما عملوا هذا التحديث كان هناك يعني فائدة كبيرة. ناخذ مثلا ساعات نسائية. طيب، هنا ساعات نسائية، ممكن سابقا كمثال فقط توضيحي أن هذا الموقع يكون ماسك هنا وهنا وهنا. طيب، قول هذا موقع آخر وهنا وهنا، شيء يعني عظيم. ثم لما عمل التحديث فصار ماسك 1 2 بس. واضح؟ انتهينا من هذه النقطة. طيب، هنا أمر مهم. إذا كان البحث متعلق بنطاق معين، فممكن يكون هناك إيش؟ ظهور لأكثر من نتيجتين، ظهور أكثر من إيش؟ نتيجتين. يعني التحديث قلل النتائج، صار كل موقع يظهر إيش؟ بنتيجة إلى نتيجتين. لكن إذا واحد يعني شخص معين كان يبحث عن موقع معين، فممكن تظهر أكثر من 2. نعطيكم مثال. طيب، مثال واقعي. موقع فيسبوك. حلو، هاي النتيجة الأولى. هاي النتيجة إيش؟ ثانية. هاي كذلك الفيسبوك ترى النتيجة الثالثة. النتيجة إيش؟ الرابعة. عندهم بعد ولا خلاص؟ أظني بس خلاص. فصار عندهم 4 نتائج. فهنا التحديث ما له دور، لأن البحث هنا عن دومين معين، عن دومين إيش؟ معين. كذلك الأمر الثاني، متى ممكن أنه يتجاوز عن هذه النقطة؟ أن إذا جاء زائر وكتب الكلمة المفتاحية أو كتب الاستعلام حقه وقيده بموقع معين، فهنا جوجل راح يفهم أن هذا الزائر يبحث عن موقع معين لهذه المعلومات، فممكن يعطيه أكثر من نتيجتين. ممكن يعطيه أكثر من إيش؟ نتيجتين. أعطيك مثال. لو أنا كتبت فوائد العسل على الريق، حلو، لكن جنبه كتبت موقع موضوع. موقع إيش؟ موقع إيش؟ موضوع. طيب، هنا نجد أن موقع موضوع أخذ النتيجة 1 2 3 4 5. طيب، 6 7. واضح؟ فهنا التحديث ما عمل شيء. ليش؟ لأن فهم الخوارزميات فهمت أن أنا كزائر هدفي من الاستعلام هذا أن أريد موقع معين، أريد موقع إيش؟ معين. واضح؟ فلذلك أظهر لي أكثر من نتيجتين، أكثر من نتيجتين. طيب، انتهينا من هذه النقاط. طيب، نقطة أخرى متعلقة بنفس المجال اللي هو بنفس العنوان، اللي بالنسبة للمجالات الفرعية. بعض منكم ممكن ما يعرف مجالات الفرعية اللي هو سب دومين. أعطيكم مثال مثلا. طيب، دقيقة بس. طيب، لاحظوا يا أخوة، هذا العنوان إيش؟ الموقع الأساسي. سب دومين يكون عنوان فرعي. طيب، مثلا. طيب، لاحظ هنا هذا يسمى إيش؟ دومين فرعي أو سب دومين. راح نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله. عموما، هنا اللي نريده، هل سب دومين يتعامل في هذه الجزئية اللي هو في موضوعنا نحن اللي هو تقليص النتائج، يتعامل كموقع مستقل معه،
أم كموقع يعني كجزء من الموقع؟ طيب شو الفرق؟ إذا قلنا أنه يتعامل مع سب دومين كأنه جزء من الموقع، فمثلا ممكن راح يظهر نتيجة واحدة لموقعنا الأساسي ونتيجة واحدة للبلوج حقنا. طيب راح صاروا إيش؟ نتيجتين، لأن كأنهم موقع واحد. إذا كان راح يتعامل معهم كموقعين مستقلين، فراح يمكن يظهر هنا اللي هو على موقعنا الأساسي نتيجتين له، وعلى بلوج كذلك إيش؟ نتيجتين، فيصبح مجموع النتائج مثلا 4. أنا ما عندي مثال واقعي هنا، لكن حاولوا تتصورون الموضوع. عموما الجواب حتى ما نضيع ولا يعني نتفرع كثير في هذه النقطة، الدومين الفرعي راح يعتبر كجزء من الموقع الأساسي. فإذا كان عندنا مثلا بلوج مثلا دومين دوت كوم مثلا، راح يعتبر جزء من الدومين الأساسي، فمجموع النتائج راح تكون إيش؟ نتيجتين، ما راح تكون أكثر، ما راح تكون إيش؟ أكثر. طيب نتكلم عن هذه الجزئية فقط. طبعا في تنبيه هنا، في تنبيه في حالات معينة. زين، يعني في عندنا استثناء في حالات معينة. جوجل راح يجعل في حالة معينة جوجل راح يجعل الدومين الفرعي كموقع مستقل، كموقع ايش؟ مستقل، ما راح يتعامل معاه كأنه ايش؟ جزء من الموقع. مثل شو هالحالات؟ اعطيكم مثال واحد. طيب مواقع اللي تقدم مدونات مجانية، او مواقع التي تقدم روابط فرعية مجانية، مثل موقع ووردبريس دوت كوم. ووردبريس ايش؟ دوت كوم. انا ممكن اروح على موقع ووردبريس دوت كوم وانشئ لي موقع ايش؟ خاص بي، يكون موقع فرعي، يعني يعطيني رابط فرعي ليس اللينك ايش؟ الاساسي. فجوجل يفهم ان مثل هذا الموقع اللي هو ووردبريس دوت كوم عنده ميزة انه يقدم استضافات مجانية او عناوين فرعية للناس تريد تنشئ مواقع. ففي هذه الحالة ما راح يتعامل مع العناوين الفرعية كلها على اساس انها ايش؟ موقع واحد، لا، راح يتعامل مع كل عنوان فرعي على أنه موقع مستقل. لماذا؟ لأن جوجل فاهم، أو خوارزميات فاهمة، أن كل موقع الفرعي هذا لشخص آخر، لشخص إيش؟ آخر. وأن هذه ميزة في ووردبريس، عملوا كذا. مش بس ووردبريس، في مواقع كثيرة على هذا النمط، مواقع كثيرة إيش؟ على هذا النمط. طيب انتهينا من هذه النقطة. اي نعم، شيء اساسي كذلك يا اخوة. بالنسبة للأسئلة انا افضل ترسلونها في البريد عشان ما اضيع في الشرح، عشان ما اضيع في الشرح. اي سؤال دامنا متعلق في الدرس ارسلوه، وان شاء الله يوصلكم جواب في نفس اليوم او يوم الثاني. طيب وين كنت؟ الله المستعان. طيب والله نسيت عن ايش كنت اتكلم. طيب تكلمنا عن دومين ووردبريس. اي نعم، اللي نريده ان هنا لما قلنا ايش؟ تقليل النتائج. طيب تقليل النتائج هي راجعة للبحث الأساسي، للبحث إيش؟ الأساسي هذا. لكن ممكن تظهر أكثر من نتيجة وغيره، لكن ما يكون إيش؟ ما يكون بحث الأساسي. هذه بحث الأساسي، هاي 10. ممكن إذا كان في بحث الفيديو مثلا ممكن يظهر أكثر، أو كان مثلا مقتطفات مميزة أو غيره قد يكون يظهر أكثر أو أقل. هذه مش محسوبة، لكن الكلام والتحديث كله حول إيش؟ هذه الصفحة هنا. واضح؟ طيب تكلمنا عن هذه النقطة، بس أتأكد إني ما ناسي شيء. أي نعم، نقطة أخيرة بالنسبة للمسألة هذه. تشوفون هذا التغيير اللي تكلمنا عنه اللي حصل هنا والتحديث وغيره؟ طبعا هذا صار أكثر من مرة، يعني صار في عام 2010، في عام 2012، 2013. يعني كان في عدة تغييرات، عدة تغييرات. ثم التغيير الأخير اللي كان في 2000 إيش؟ 19، واستقر عليه إلى الآن، يعني هذا التغيير موجود. طبعا هل ممكن يكون هناك استثناء؟
نعم ممكن في خوارزمية جوجل يرى استثناء معين، مثلا يرى في نتيجة معينة لابد أن يظهر أكثر من نتيجتين مثلا لحالة خاصة مثلا. هذه استثناءات ما علينا منها، لكن نحن نتكلم بشكل عام كيف عمل التحديث وكيف تأثر، وكيف أن نحن كمواقع صغيرة استفدنا من هذا التحديث، لأن ما كنا ممكن ننافس مثلا موقع موضوع وهو ظاهر ب5 نتائج، فلما ظهر نتيجتين نحن صرنا مثلا الثالث والرابع وهكذا. طيب انتهينا من من هذه النقطة. طيب آخر نقطة راح نتكلم فيها، الله يسلمكم. طيب هاي آخر نقطة اللي هو طيب الرسم البياني المعرفي. طيب رسم البيان المعرفي اللي هو knowledge graph يعني شو معناه؟ خلينا نروح لبحث جوجل أو شيء بنعرفه بشكل عام. رسم البيان عفوا الرسم البياني المعرفي اللي هو الخاص بجوجل نتكلم، هي عبارة عن قاعدة بيانات معرفية، عبارة عن قاعدة بيانات إيش معرفية للكيانات. شو هي كيانات سنتكلم عنها. طيب للكيانات والعلاقة فيما بينها، يعني هذا الكيان تعلقه مثلا بهذا الكيان وما الارتباط بينهم. عموما جوجل يعني عنده هذه القاعدة المعرفية، ومن هذه القاعدة المعرفية يظهر لنا بعض النتائج على شكل يعني معلومات ملخصة، على شكل معلومات إيش ملخصة. وعادة هذه المعلومات الملخصة تعطيك الفائدة المطلوبة، لا تحتاج إنك تنقر إيش حتى تدخل إلى موقع آخر. طيب سنذكر أمثلة. والكيانات تكون على نوعين: الملموسة، يعني كيف يعني الملموسة؟ مثل الأشخاص، الأماكن، المنظمات، الشركات. وعندنا غير ملموسة مثل الألوان، المفاهيم، المشاعر. طيب راح نذكر مثال، مثلا خلنا على الأشخاص أو ما أدري إيش نسميه، رئيس رئيس مصر. لاحظ هنا. طيب عندنا هذا. طيب خل هذا، راح نروح لنقطة أوضح أو شيء أهم يعني عندنا. هذه مثلا هنا تجد هذا وين راح. طيب هذا مبني على إيش؟ على القاعدة البيانات إيش المعرفية اللي ذكرناها. واضح؟ ممكن يكون هناك شيء آخر، يعني نحن ذكرنا هنا مثلا رئيس مصر كمثال، وهذه إيش يسمونها؟ هذه يسمونها بطاقة المعلومات. هذه إيش تسمى إيش يا أخوة؟ بطاقة المعلومات. حلو. طيب نذكر مثال ثاني. ما هو آه الشعور أو المشاعر، ما أعرف والله، ما يظهرنا. حلو. طيب لاحظ هنا كذلك إيش نفس الشيء، أما هناك كان راجع إيش مثلا لكيان محدد معين ملموس هو شخص موجود حاليا. هنا إيش إلى شيء مثلا إيش غير ملموس، يعني مثل مشاعر وغيره. طيب هذا إيش مثال. كذلك عندنا مثال آخر، هذا قلنا ذكرنا اسمه بطاقة المعلومات، وممكن يكون بشكل ثاني ما يكون بطاقة معلومات. مثلا نكتب برج خليفة. طيب برج خليفة، نجد هنا إيش عندنا مثلا إلى آخره. هذا غير طبعا، هذا بيمر معنا في لوكال SEO. طيب إن شاء الله يكون هذا واضح. طيب وين عندنا إيش بعد؟ طيب هذه المعلومات هذه تكون عادة مأخوذة من عدة مصادر، مأخوذة من عدة إيش مصادر. محركات البحث تثق إيش فيها. من المصادر التي تعتمدها بشكل كبير ويكيبيديا، مثل المصادر تعتمدها إيش بشكل كبير إيش قلنا ويكيبيديا. الاستعلامات هذه يعني نحن ذكرنا رئيس مصر مثلا، لكن أحيانا تكتب مثلا شيء وصفي مثلا أو كذا،
راح يحولك لجهة معينة، لشيء معين، يعني يفهم، جوجل يفهم. وهذا سيأتي معنا في لما نتكلم عن الكلمات المفتاحية، كيف أن جوجل يفهم الكلمات المفتاحية أو يفهم نية إيش الباحث. طيب، السؤال هنا، طيب أنا ماذا أستفيد يعني؟ أنا أوكي، أنا ظهرت هنا، طيب أنا ماذا استفدت يعني من ظهوري بهذا الشكل؟ الشيء الأساسي اللي هو زيادة الوعي بعلامتك التجارية، هذا الشيء الأساسي. يعني أن الناس لما تنظر يعني تدخل خلاص تأخذ منك إيش، يعني تزيد وعيها، تزيد معلوماتها كذلك، تزيد تعرفها إيش ومصداقيتك مثلًا، إن جوجل عمل لك مثل هذا مثلًا، واضح؟ هذه الفائدة إيش اللي نستفيد منها. طبعًا أحيانًا يكون في رابط لموقعك مثلًا، راح يفيدك في نسبة النقر، في نسبة إيش النقر اللي هو في CTR، سيأتينا معنا إيش بعدين يعني. كذلك من الأشياء تزويد المستخدمين بمعلومات مهمة، يعني هنا لو كان شركة، طيب لو كان معلومات شركة معينة، فراح يعرفون بعض الأشياء عن الشركة، متى مثلًا أُنشئت هذه الشركة، من صاحبها، متى انتقلت مثلًا إلى كذا وكذا، مثل هذه الأمور. طيب، السؤال الحين يعني كيف ممكن نحصل على إيش، على ذلك؟ أولًا ما في شيء يعني ضمان على هذا إنك كيف إيش ممكن تحصل عليه، واضح؟ يعني مش شيء إنك ممكن أنت تسويه على طول خلاص إيش تحصل عليه، لأ، هي تعتمد يعني على عدة أمور بالنسبة لخوارزميات جوجل. نحن دائمًا لمثل هذه الأمور نعمل ما يسمى يعني مساعدة محركات البحث، يعني كأننا نساعد محركات البحث حتى تفهم بشكل أفضل، حتى يعني تضعنا مثلًا في مثل هذا البحث أو في غيرها من المواضع، كما ذكرنا في site link مثلًا. طيب، من الأشياء اللي لها تأثير أن يكون اسمك له تأثير كبير في العالم مثلًا، أو يكون اسم مشهور، أو علامة تجارية إيش مثلًا مشهورة، هذا له دور كبير إنك ممكن تظهر هنا. كذلك مثلًا لو عندك مقالة في ويكيبيديا، يعني مقالة في ويكيبيديا تتكلم مثلًا عن عبد الفتاح السيسي مثلًا، أو عن أحمد محمد مثلًا، عن سالم مثلًا، أو عن شركتك مثلًا أبل مثلًا، سامسونج، غيره. فقُلنا نحن دام إن جوجل يعتمد على ويكيبيديا في أخذ المعلومات، فممكن ياخذ معلوماتك كذلك ويضعك إيش هنا. وكذلك يعني ممكن من الأشياء اللي ممكن تساعد أكواد سكيما، اللي هو تسهّل فهم جوجل يعني لبعض البيانات. وذكرنا اللي مش فاهم بالنسبة للسكيما إنه راح يكون له درس خاص بنتكلم فيه، أو إنه راح يكون في الدروس المستقبلية إن شاء الله، فما في يعني إنه ما تستعجلون عليه، أمور طيبة يعني. طيب، في أمر مهم، أنت مثلًا حصلت هنا بطاقة المعلومات هذه تابعة لشركتك، لكن وجدت إن في أخطاء، واضح؟ في أخطاء، فممكن تأتي إلى هنا، هاي ال3 نقاط، ضغطنا هنا نعمل إيش؟ المطالبة ببطاقة المعلومات هذه، واضح؟ فلما نطالب، طبعًا أنا ما لي خُص في هذا، فنثبت الملكية، نثبت إيش؟ الملكية. وبعد ما طبعًا بيكون في عدة يعني خطوات تمشي معهم، أنا ما يمكن أمشي الآن مع هذا لأن ما لي دخل. طيب، بعد ما يتحققون من بياناتك، بعدها ممكن أنت تقترح اقتراحات إيش؟ رئيسية في تعديل على هذا إيش؟ بطاقة المعلومات، واضح؟ هذه الخلاصة. طبعًا هذه تختلف عن اللي هو في خرائط جوجل اللي تظهر هنا مثلًا، تختلف، هذيك راجعة تكون للملف التجاري، أو اللي هو مثلًا جوجل إيش؟ جوجل business profile، أو مثلًا جوجل my business، مثل هي تابعة لخرائط جوجل يعني. هذه تكون في local SEO إذا درسناه إن شاء الله راح نتكلم عنه. تمام يا أخوة، أنا بكذا خلصت الأشياء الأساسية المتعلقة بالسير، وذكرنا راح يدخل في ضمن السير عندنا أمر اسمه site link، وأمر آخر اسمه إيش؟ domain diversity، وknowledge graph. طيب، هذه الأمور الأساسية. بالنسبة الأسئلة اللي متعلقة بهذا الدرس ارسلوها كلها على الإيميل، وإن شاء الله راح يوصل لكم جواب.
انتهى الوقت معنا، يعني أخذنا أظني ساعة تقريبًا، فراح نتوقف إن شاء الله. بالنسبة للدروس كلها راح تكون مرفوعة ونرسل لكم الروابط من نخلص إن شاء الله. طيب، بالنسبة للدرس القادم راح نتكلم عن المجال، كيف نختار المجال أو الniche. طيب، وراح نتكلم كيف راح نختار domain حقنا، كيف راح نشتري domain. واضح؟ يعني راح نتكلم عن نقطتين. الدرس اللي بعد درس الdomain راح يكون كيف راح نشتري استضافة ونركب عليها WordPress ونعمل لنا موقع خاص فينا، وعلى هذه الخطوات نمشي حبة بحبة أو واحدة بواحدة. طيب، الدرس الأول كان مجرد صوت فقط. في هذا الدرس ضفنا إيش screen عفوا sharing. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم.